مهيب عبد الهادي لمم الشله بتاعته وقاعدين على المصطبه عشان يتريقوا على نادي الزمالك. مهيب عبد الهادي لامم القعده الفلاحي وقاعدين على الترعه يقزقزوا لب ويسخروا من نادي الزمالك. خليك معايا وهقول لك على اللي حصل. مهيب عبد الهادي جايب اكرامي واسلام الشاطر وقال لك يلا نروح نتريق شويه على الزمالك، وبعدين جايب لهم خبر مش من موقع رسمي. موقع رسمي يعني اتحاد كوره او اتحاد افريقي او فيفا، دي المواقع الرسميه اللي بتتكلم عن كره القدم. طيب موقع يعني البعض بيجيب اخباره منه، موقع خاص باسعار اللعيبه، اعلن ان الزمالك الاعلى تسويقيا خلال صيف 25 بقيمه 7 مليون دولار، والاهلي وراه بقيمه 5 مليون دولار. طب ما تيجوا نسمع كده مهيب عبد الهادي هو والرجاله اللي قاعدين على المصطبه بيقولوا ايه. اول في افريقيا. لا اله الا الله. معلش انا نزلوا لي الصوره على معلش مش مقتنع بالكلام ده. هو عنده فلوس ما ينفعش. طيب ادي اهو الزمالك اعلى انديه افريقيا انفاقا على شراء عقود اللاعبين في صيف 2025. الزمالك 7.2 ده بالمليون يورو. الاتحاد الليبي امال بس عمالين يقولوا النادي الاهلي وفرقه المليارات والمليارات. الله يبقى الكلام ده يتقال صح يا جماعه. لا مؤاخذه يا كابتن محمد، الماتش الجاي لما الزمالك يتغلب، لو الزمالك اتغلب يعني او تعادل او بتاع، نقول الصفقات الملياريه في هنقولها برضه. يعني لو ركزت في الفيديو كده هتلاقي ان مهيب عبد الهادي بيقول لهم نزلوا لي الصوره، قالوا له لا ما ينفعش. يعني صوره والكل بيتداولها وكل القنوات نشرتها وعادي ما فيهاش اي مخالفه ولا اي حاجه، بس قالوا له ما ينفعش لان دي صوره مش رسميه. طيب اكرامي يعني اهو اكتر من الاهلي وبيقولوا مليارات ومش بيقولوا مليارات، ويرد اسلام الشاطر اللي انا مش فاكره بصراحه كان بيعمل ايه اصلا في الملاعب، يقول لك لما الزمالك يتغلب الماتش الجاي، لما الزمالك يتغلب الماتش الجاي او يتعادل هنبقى نطلع بعد الماتش نقول لهم يا فرقه المليار. يرد عليه اكرامي يقول له ايه؟ ايوه هنقول لهم. ده المفروض ان هو استوديو تحليلي، واخد بالك؟ استوديو تحليلي، مجموعة اعلاميين رياضيين قاعدين في استوديو تحليلي، مش قاعدين على الترعة، قاعدين عشان يغلطوا في نادي الزمالك. طب ازيدك من الشعر بيت عشان تبقى فاهم الصورة كويس. نادي الزمالك بيقول ما بيداريش، دفع جنيه بيقول دفعت جنيه، دفع 10 بيقول دفعت 10. مش زي النادي اللي راح سجل عقد اللاعب ب10 مليون وهو جايبه ب100 مليون. مش زي النادي اللي راح جاب تريزيجيه ب3 مليون دولار. عد معايا 3 مليون و400. تريزيجيه، زيزو 100 مليون يعني حوالي 2 مليون دولار، ادي 5 مليون ونص. بن رمضان ب2 مليون دولار وصلت ل7 مليون ونص. نكمل بقية اللعيبة ولا كفاية كده؟ كفاية؟ وصلتك 7.5 مليون وانت لسه ما اتكلمتش في بقية اللعيبة، بقية ال10 لعيبة اللي جابهم النادي الاهلي. وبعدين تقول لي اصل ترانس مش عارف ايه بيقول الزمالك دفع 7 مليون والاهلي 5 مليون. يا اخي خيب عليك انت والموقع اللي انت جايب منه اخبارك. ده مش استوديو تحليلي، دي قعدة مصطبة قاعدين على الترعة.